بيت رشك يحتفلون بمولودتهم الجديدة خيال والهدايا تخطف الأنظار. تستاهل شارك أفراد بيت رشك أجواء احتفال عائلي مميز بمناسبة ولادة مولودتهم الجديدة. من انور صدق ذوق وعلى الهديه شلون مرتبه وناسكه. تستاهل مرتب. شوفوه سجاد ثقيل كله ذهب، شغلته ما يتعامل غير الذهب. كلام الله حبك موت. هذا الحجي هديته حلوه باعوا، والتي أطلقوا عليها اسم خيال. في لحظات مليئة بالفرح والحب والسعادة، وكشفت العائلة أن اسم خيال تم اختياره عن طريق قرعة أجروها بين عدد من الأسماء المقترحة. في لحظة عفوية زادت الحماس والفرحة بين أفراد العائلة، واجتمع أولاد رشك في أجواء عائلية دافئة، وحرصوا على توثيق لحظات الاحتفال والهدايا التي وصلت للمولودة الجديدة. هديتي زوين شايل هديتي انا، هاي هديتي لا تكذب، هاي ما زوين جايب من 100. لا بقى هاي هديتي زوين كلاس. والله تجنن، عاشت ايدك يا ذوق. وانت حيث كان للورود والهدايا الذهبية حضور لافت في المناسبة، وظهرت الفرحة على وجوه أفراد العائلة، وخاصة أولاد رشك الذين شاركوا في هذه اللحظات واستقبلوا المولودة الجديدة بكل محبة وحماس. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقاطع والصور المنتشرة، وانهالت التهاني والتبريكات للعائلة، متمنين لخيال حياة مليئة بالصحة والسعادة، وأن تكون قرة عين لأهلها. وبين القرعة واختيار الاسم والهدايا واجتماع أولاد رشك، عاشت العائلة يوما استثنائيا مليئا بالفرح، ليتحول قدوم خيال إلى مناسبة عائلية خاصة خطفت أنظار المتابعين. ولا تنسونا تضغطون لايك وتتابعوننا ليصلكم كل جديد من صياد المشاهير. تعالوا خلينا نفتح الهدايا، افتح لنا بروان خلينا نشوف شنو واصل. انت تدري بي ابو تلفوني والله اوفى يا اخي. هاي ما افتح هاي تسقي كيلو ذهب كيلو الله. هاي من انور صدق ذوق وعلى الهديه شلون مرتبه وناسكه. تستاهل مرتب. شوفوه سجاد ثقيل كله ذهب، شغلته ما يتعامل غير الذهب. كلام الله حبك موت. هذا الحجي هديته حلوه باعوا. تميمه جايبه، هديتي زوين شايل هديتي انا، هاي هديتي لا تكذب، هاي ما زوين جايب من 100. لا بقى هاي هديتي زوين كلاس. والله تجنن، عاشت ايدك يا ذوق. وانت عاشت ايديكم والله. هاي هديتنا هدية عمامها. هلا تستاهل بروان. بعد هي من تجي الهديه هدية كافل. لا هاي كذا مو مالك ان شاء الله. مكافل منا اخوي رحمه الله. مشكورين ونعم الله وان شاء الله بالافراح. تستاهل تدلل ابو روان. تستاهل. باعوه شغلات مرتبه ومال اطفال دوب. العمر خلص. كرمون هذا صغيرون من 100 سوارات ذهب. هذا يقول ضمير يستاهل. تعالوا خلينا نفتح الهدايا، افتح لنا بروان خلينا نشوف شنو واصل. انت تدري بي ابو تلفوني والله اوفى يا اخي. هاي ما افتح هاي تسقي كيلو ذهب كيلو الله. هاي الثمينه انضمها. وين ابو امير هديتك؟ شوفي ماكو هدية. عليك الله. الله بها تميمه ذهب. بها شغلات جدك تميمه هاي شكلك شغلات كلاس اهم من الفلوس. نظافه للطفل. نظافه جايدي الله يقرب راسك ان شاء الله. نظافه للطفل هاي والله حلوه. لا مغلفه ولا شيء، محبس وصواب. تستاهل. هاي اللي جابوها عمامه. لا هديه فلان ولا حلوه. زين هذا اسوارات سجاد جايبهن باعوا شلون الناس كانت مرتبات وحلوات. عنايه مال طفل تخبل ما شاء الله. والله عاشت ايديكم ذواقه، بس هاي بعد صغيره ما تلبس هيك، جايب لي هيك ملابس. جايب لها شتائي. يلا افتحها خلينا نشوفها بعد شنو قدام التصوير. والمكافل جايه الشتاء وبدك. والله حلوه والله افتح. حلوه مرتبه شكلها. جاك ذهب وجتك شغلات وورود وكل شيء مرتب وحلو. لا واصل ولا واصل. اه جايب له مقراطه شنو؟
إذا الله يستر علي عد 4 وكل بنيه ورقتين 3، انت عندك 2، تعبت من المواصله، جاتهم هم بعيد ميلادي هسه ما دام جمعتوا بهاي المناسبه السعيده والله سلم مكافل والحمد لله والشكر. الحمد لله. انتم عندكم نيه مال زواج من ناس جاهز الله وكيلك جاهز. هسه انا بس هالسنه وراح حتى اطلع تقاعد بعد. لا صدق والله صدق ابو طيب يعني عمل ذا زواج جاهزين واخواني الكبار وبور انا جاهز طولا وعرضا وقافا. هسه مو تريد تعرسني؟ انا جاهز. اي مره قابل اي بي. وحده اختارها لك. اي وحده باليوم قابل. قصدكم انتم الكبار انور وسجاد وزيوني. انا ما تتزوجون راح ازوج رحمن ترى. اي بعد رحمن ما يريد مواصفات ويريد منا ومنا، انا اجيب له مفتوحه. اي والله عدي ذوق. انور وسجاد. انا بالنسبه لي انور وسجاد ما تعرسون. لا هي صدق هي بعدك عمرك 32 سنه ما بيها حيل تجي لي بنيه. لا حج انا بالنسبه لك انا اقول لك شيء. هلا علي هلا هاي تبارك عمل تحبين الخمار عودنا انا بسبن سنين اعرس انا بعرس ولا شيء تعرس قبال ولا ترضى فيك زوين. هسه انور انت ايش منتظر؟ هسه يعني انت تجيب السبعه في لا زيوني ولا رحمن صراحه. زين اوكي اذا انا عندي شرط انا شافي عرسي لا يعرس هاي اسمع انا عرس بيتكم سوا. وانت هاي تبارك بس يا بيت رشك يرزقون بمولودة جديدة والفرحة تعم المنزل. اليوم عندنا مولود جديد وواصلين ومنتظرينهم. تمام؟ انت لابس اقرك انا عم البنيه بس علوم. رزق بيت رشك بطفلة جديدة لابنهم الكبير، لتتحول أجواء المنزل إلى فرحة كبيرة واحتفال عائلي مليء بالسعادة والضحكات. وحرص أولاد رشك على توثيق أجمل اللحظات من داخل المنزل، حيث ظهرت التحضيرات والأجواء العائلية. أمه تحكي على أهل الكوشات تقول ياخذن 300 و400 على اليمن. ما كلف علي 50,000. 50,000؟ حتى النفاخه حاطت لها لعابه. إلى جانب الطعام والضيافة التي جهزها أفراد العائلة احتفالاً بالمولودة الجديدة، ولم تكن الفرحة بولادة الطفلة هي المفاجأة الوحيدة، بل دخلت العائلة في أجواء مريحة لاختيار اسم للصغيرة، حيث قرروا أن يكون الاختيار عن طريق قرعة بين الأسماء المقترحة. طبعا محتارين باسم البنية، فراح أوزع لهم قلم وورقة وكل من يكتب الاسم اللي يباله ونسوي قرعة، واللي يطلع الاسم مالته والله العظيم نحتمده. تمام؟ عم والله قلت لهم سموه اسم قديم، خشنيه، زوريه، من الاسماء شويه حلوه مرتبه. شنيه؟ في لحظة عفوية أضفت مزيداً من الحماس والضحك على المناسبة. وظهر أولاد رشك وهم في غاية السعادة والحماس بوجود أفراد جدد في العائلة، وتحولت اللحظات العائلية إلى مقاطع طريفة ودافئة لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور. وتفاعل المتابعون بشكل كبير. والعباس من هسه بس بكت عاف هذا وعاف هاي وركض لها. شنو حيدر خذت المعزه؟ صدق العده بنات تدخل الجنه، شباب يقولون العده بنات تدخل الجنه. صحيح. بعد ما يحبك ابوك راح تقبل غيره. مع اجواء العائله، وارسلوا التهاني والتبريكات لابن رشك وزوجته، متمنين للمولودة الجديدة حياة مليئة بالصحة والسعادة، وللعائلة دوام الفرح والمحبة. وبين التحضيرات والطعام وقرعة اختيار الاسم، عاش بيت رشك يوما عائليا استثنائيا، وحولوا ولادة الطفلة إلى ذكرى جميلة ومميزة سيبقى أثرها في قلوب الجميع. ولا تنسونا تضغطون لايك وتتابعوننا ليصلكم كل جديد من صياد المشاهير.